جروب سي فيها برازيل والمغرب في توب 10 ديال فيفا، ولكن اسكتلند تقدر تخلط الحسابات. على الورق برازيل عندها اغلى سكواد في المجموعه، والمغرب جايه من تجربه كبيره في كاس افريقيا، ولكن اسكتلند ما خصهاش تتنسى، عندها الاستقرار حيث ستيف كلارك خدام مع نفس المجموعه ديال اللاعبين منذ سنين، وهذا كيعطيهم واحد افونتاج مهم. فالمقابل مدرب المغرب باقي جديد مع المنتخب الاول، ولكن عنده نقطه قويه، هو اللي قاد منتخب اقل من 20 عام للفوز بكاس العالم العام اللي فات. يعني ممكن يكون uncertainty، ولكن ممكن حتى يزيد يطلع المستوى ديال الأسود. والأرقام كتقول أن المغرب كانت قوية بزاف، في كأس إفريقيا كانت من الأفضل دفاعياً، وفي التصفيات كانت كتقرب ل3 جولز في كل ماتش. السؤال الكبير مركز المهاجم، ونفس السؤال عند اسكتلند وحتى برازيل في التصفيات كانت كتخلق فرص بزاف، ولكن كتضيع بزاف حتى هي. إلا شي مهاجم بحال كونيا فاق، النتائج ديالهم تقدر تبدل كاملين. هاد المجموعة ماشي سباق بين جوج، هذه 3 هورس ريس، وإلا كان شي منتخب عنده افونتاج صغير فممكن يكون المغرب، حيث عنده آخر تجربة قارية قريبة.